امبارح كان في مشاكل تحكيميه يعني؟ ده كان الحكم ضد الزمالك. مش انا اللي بقول، المدير الفني تصريحاته موجوده لفريق بيراميدز. المدير الفني مسكين، ما هو طلع الموبايل يا مهيب في المؤتمر الصحفي وكان بيدلل على الالعاب. ده المدير الفني مش انا. طلع وكان بيدلل على الالعاب المدير الفني كويس. والجميل العلاقه حلوه بصراحه بين بيراميدز وبين الزمالك. لما حصل قبل كده مشكله تحكيميه في ماتش بيراميدز والاهلي قال لك احنا هننسحب باستثماراتنا من الدوري المصري، لكن مع الزمالك الامور عاديه، فربنا يا رب يحبب الفرق كلها في بعض. لا ما فيش حاجه كويسه على فكره. ما فيش الزمالك عنده منافسه شريفه، والزمالك منافسه شريفه ومنافسه بيراميدز حاول امبارح وبيراميدز منافس شريف للزمالك، ما فيش اي مشكله. طبعا الدوري في الملعب زي ما انت بتقول دايما، الكوره في الملعب. الزمالك ادى اداء قوي ويحسب للزمالك ان هو كسب بايده. يبقى الزمالك بجداره. ايوه بس في ضربه جزاء ما اتحسبتش للبيراميدز، مش هقول لك اثنين، سيبك من لمسه اليد بتاعت فتوح. يعني ضربه الجزاء دي بصراحه عمر جابر وزيكو ايه؟ يا كابتن دي في خيالكم فقط. انا لا والله بجد انا ما شفتهاش خالص دي. يعني ضربه الجزاء اللي حضرتك بتقول عليها ولا زملكاوي شاف ضربه الجزاء دي خالص، ما حدش. ولا زملكاوي شافها. انا مش فاهم. طب الهدف تسلل